الله معك، الله معك يا ابن، يعطيكم العافيه. مع السلامه. سلامه. في امان الله. وش اخبار الفتى الولهان ابن هفتان يا مضحى؟ والله ما ادري يا صبحه، من يوم اللي راح وادي السيليكون انقطعت علومه. واكيد راح وادي السيليكون ولا هرب لما سمع بشروطك. بكره المايه تكذب الغطاس. يا وضحى حرام عليكي، حرام اللي تسوينه بالشبان اللي يخطبوكي. صار 5 رايح منهم وادي السيليكون، ما رجع منهم احد. والله يا صبحه انا ما ضربت حد على يده، كلهم راحوا عن طيب خاطر، وطمعا هم يحصلوا على وضحه بنت الشيخ طراد، واللي يريد يحصل على زينه بنات العربان لازم يدفع الثمن. يعني اللي يبغي ياكل العسل لازم يتحمل لسع النحل. ينتيتشن العافيه يا صبايا. الله يعافيك. حنن على الغريب العطشان بشربة مي. خسل عطش يا الغريب. تفضل. هنيا. تسلم يدك. اريد اسال على مضارب الشيخ طراد. مضارب الشيخ طراد؟ وش تريد بالشيخ طراد؟ لي عنده طلب. وصلت يا الغريب، انت الحين في مضارب الشيخ طراد واني بنته وضحه. يبا دي وضحه؟ وضحه اللي تتكلم عنك كل العربان؟ ايه اني وضحه. واني ابن سهيان. هلا بيك يا بن سهيان. وادي السيليكون؟ علامك يا بن سهيان، تخاف تروح وادي السيليكون؟ أنا ابن سهيان، أنا ما أعرف الخوف وما أعرف الجبن يا وضحة. يشهد الله أنك نشمي وشجاع. أنا سمعت عن هذا الوادي كثير، وسمعت أنه اللي يروح لهناك ما يعاود أبد. لكن لجلك يا وضحة ولجل عيونك تنقض عسل، الموت يرخص لك. لكن أريد أسألك سؤال. اسأل يا بن سهيان، هذا حقك. وش تريدين من وادي السيليكون؟ أريد العشبة السحرية اللي ما تنبت إلا في هذا الوادي، بين العقارب والأفاعي والوحوش الكاسرة. أريد العشبة اللي تخلي الشفايف تنتفخ وتشد الوجه وتوردة. أريد أظلني صبية حلوة فتية طول العمر، لا شيب ولا أكبر أبد. فهمت يا بن سهيان؟ أبشر يا وضحة، أني رايح شد رحال على وادي السيليكون، وبإذن الله بإذن الله بإذن الله ما عاود من هناك إلا والعشبة معي. ادعي لي يا وضحة. الله معك يا بن سهيان، الله معك. وصولي يا الربع. الله والنبي سلم عليكم. الله وياك يا بن سهيان. الله معك. راجع لك يا وضحة، ادعي لي. مع السلامة. لعنة الله عليهم، ما ابو شارهان. وش السالفة؟ كان لزوم خبر الربع، ما ابو فايدة. الاتكال على الله. لعيونك يا وضحة.
وبن سهيان ما يخلف الوعد. أنا راجع لك يا وضحة، راجع لك، والعشبة بيدي. بكرة كل الشعراء في البوادي والبراري راح يكتبون عن قصة وضحة وبن سهيان، ومو بعيدة يساوون منها مسلسل 40 حلقة، قصة وضحة وبن سهيان. لزوم اوصل لوادي السيليكون قبل ما يوصل اي احد. نجل عيونك يا وضحة، يرخص كل شيء. باشر الشعراء والأدباء راح يكتبون قصة وضحة وابن هفتان، ومو بعيد يعملوا منها مسلسل بعد، ويطلع أحلى من مسلسل نمر العدوان. أنا رجع لك يا وضحة، رجع لك، وعشبة السيليكون بيدي بإذن الله. يا ترى مين اللي راح يجيب لي العشبة؟ ابن سهيان ولا ابن هفتان؟ ولا راح يروحوا على الوادي المشؤوم وتنقطع علومهم مثل ما انقطعت علوم ابن طفشان وابن صفنان وابن طحشان؟ الله أعلم. يا رب يا رب، نفسي أجيب العشبة وأخلي شفايفي تنتفخ ووجهي يورد وينشد وأصير أزين وحدة بين كل العربان. يا رب، أبغي أغيظ كل بنات القبيلة وأقول لهم أنا وضحة، أنا من غيري أنا، قلبي اللي ابتلى بعيون حلوين، رقصني أنا، دلعني أنا. آخ يا وضحة، آخ. تسلم يدك يا وضحة بنت الشيخ تراب. والسبعة نعام. وأنا بن جهلان، حامي حما وفارس فرسان قبيلة بني قفطان المقرمش. تشرفنا يا بن جهلان. هلا والله. هلا وغلا. هلا وياك يا فارس. محمد بالسلامة يا بن جهلان. تصل بالسلامة. ابن جهلان، إذا كنت تريد تحضر عشبة السيليكون لزوما تعجل، لأنه في 2 من الفرسان الصناديد سبقوك على الوادي. ما أبو أحد على وجه الخليقة يقدر يسبق ابن جهلان، حامي حما وفارس فرسان بني قفطان المقرمش.
الثلاث. وليش ما تكلمينهم موبايلك بكاميرا؟ يا هبلة ما في تغطية في وادي السيليكون، بس حتى لو في تغطية لزوم هم اللي يكلمون. انتي نسيتي؟ انا واضحة بنت الشيخ طراد، بس قلبي يقول لي يا صبحة انهم بيجيبون العشبة، بس مين اللي بيجيبها ما ادري. قول ان شاء الله. ان شاء الله. وش بتسوين الحين يا صبحة؟ بسوي مانيكير وبديكير. لا خلنا نروح الشق نلعب بلاي ستيشن. يلا يلا.